صباح الخير. اليوم حسوي لكم حلا. قبل كده عملته حطيته في انستغرام بس ما صورته في سناب شات، فحاخدكم خطوة خطوة. حنسوي اليوم حلا ايطالي كلاسيك مرة مشهور اسمه بانا كوتا، كثير منكم يعرفوه. بس حنضيف عليه اضافة بسيطة، حنحط معاه فستق بيستاشيو. كلمة بانا كوتا بالايطالي معناتها كوكت كريم، يعني كريمة مطبوخة، ما في حليب ابدا. انا قبل كده عملته بالحليب بس لما سألت كان في شيف إيطالي في مطعم قال لي إنه ما فيها حليب أبدا، بس حنستخدم الكريم. فحنحتاج كريم طبعا زي ما قلنا، سكر، شوية موية، شوية فانيلا اكستراكت مستخلص الفانيلا، فستق مبشور، وحنحتاج جيلاتين بودرة اللي هو هذا، يكون موجود أحيانا في السوبر ماركت، وإذا ما لقيتوه حتلاقوه في محلات اللي تبيع أشياء الكيك. في واحد للناس اللي ساكنين في جدة في شارع قريش. واخر شيء اللي هو عود فانيلا، حنشقه من النص وحنطلع البذور من جوا. اذا ما عندكم تقدروا تستغنوا عنه، بس هو موجود في سوبر ماركت الدانوب. الخطوة الأولى نحن حنحط 3 ملاعق صغيرة من الجيلاتين في الموية. بعد ما ذوبنا الجيلاتين في ربع كاسة موية حسيبه على جنب، وحنبدأ نطبخ الكريم. بس عشان أجهز حوريكم كيف حأقطع الفانيلا وحنطلع البذور منها. هذه كل اللي شايفينها هنا هذه هي البذور، ما اعرف اذا باينه ولا لا، نقط مره صغيره. هذه حنحطها هي والعود نفسه في الكريم. حنجيب طنجره وحنصب فيها الكريم، وحنحط السكر، فانيلا اكستراكت، الفستق، واخر شيء حنحط الفانيلا بين مع البذور اللي احنا شلناها من جوتها. دحين حنشغل النار وحنخليها تغلي. اول ما تبدا تغلي على طول حنطفي عليها، بس لازم نفضل نحركها باستمرار عشان لا يلدع الكريم. هي الوصفة الأساسية ما فيها بيستاشيو، يعني نفس الكريم هذا المطبوخ بس من غير الفستق. انتوا طبعا تقدروا تحطوا أي نكهة تحبوها. في ناس يعملوها بالشوكولات، في ناس يعملوها بالإسبريسو، ليها كذا طريقة، بس هي الأساسية ما فيها ولا شيء ولا حتى الفستق. أنا عملتها من بدري من الصباح عشان أبغاها تجمد، لأنه تاخد على الأقل 6 ل 8 ساعات عشان تجمد تماما. بدأ يغلي خلاص. أول ما ححسه الغليان زاد على طول حطفي النار عليه وحشيله. خلاص دحين حطفيه. ححط الجيلاتين، حقلبه، حخليه يدوب فيه، بعدين حنصفيه. طبعا الجيلاتين بالضبط هو ايش، كأنه جلي بس من غير نكهات. وظيفته انه هو يخلي الحليب يتماسك مع بعض ويصير قوامه هلامي. خلاص داب، دحين حصفيه. انا اليوم ابغى اسويه ميني، ابغى اسويهم صغار. فحصبه في الكاسات هذه حقت الاسبريسو. انتوا ممكن تستخدموا اي مولز عندكم او اي من الزبادي الصغيره. حغطيها وحدخلها الثلاجة زي ما قلنا من 6 ل 8 ساعات. الكمية اللي نعملها تكفي 8 من هدول الكاسات الصغار أو 4 زبديات صغار. حوريكم شكلها إن شاء الله بعد ما أطلعها من الثلاجة وكيف حنزينها بالبيستاشيو. طيب أنا مرة تأخرت عليكم في الباناكوتا، دوبي رجعت البيت وحوريكم كيف طلعت وكيف حنسويها. هنا عندي زبدية فيها موية مغلية. حناخد الباناكوتا وحنحطها بس 5 ثواني عشان تفك. بعد 5 ثواني حشيلها خلاص، وبعدين بطرف السكينة حمشي من جوا عشان تتفك. مشيت عليها بطرف السكينة، أول ما أقلبها على صحن حتتفك على طول. حنحط عليها شوية فستق وبعدين حنشيلها ونحطها في صحن التقديم. وكده صارت الباناكوتا جاهزة. جربوها وقولوا لي كيف طلعت. بالذات انه هي بكريم، القوام حقها طلع مرة ممتاز ومتماسك.